السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بصحيحتكم وبخير وعلى خير. اليوم راح ندير معكم طاغطو سيترون. الوصفه اللي راح نمدها لكم مضمونه وناجحه 100%. انا كنت نلقى فيها اشكال بصح ملي تبعت الوصفه هذه سي بون وليت ننجح فيها. برك ديروا المقادير بالميزان. نبداو بلا باتا سابلي. عندنا 250 غرام تاع فرينه، 50 غرام تاع لوز بودر، هذا يمد لكم بنه بزاف بنينه كنت ديروه، 22 غرام تاع بياض البيض اللي هو حوالي بيضه واحده، 150 غرام تاع الزبده، وعندي 70 غرام تاع سكر غلاس. كما شفتوا كنت حطيت لا فارين ومن بعد زدت عليها السكر تاعي. نسيت ندير لكم المقادير بالمغرف. كما سكر غلاس نورمالمون جاني 4 ملاعق، تبعوا برك مع لا فيديو. واللوز جاني حوالي 3 مغارف ولا 3 مغارف ونص. ومن بعد راح نجيب الزبده كما قلت لكم 150 غرام تاع زبده. انا نفضل في الوصفه هذه تستخدموا الزبده تاع ستار، وانتوما يعني راجعه لكم واش عندكم، هي باه تجيكم بنينه وتجي مقرمشه كما يحب الخاطر وتجي حمراء. الله الله، ماذا بكم تتبعوا واش راني نقول لكم. وعندي من هي حوالي بيضه كي توزنوه راح تلقاوه 22 غرام. مديت لكم مقادير مضبوطه، حين تلموا غير بهذاك البياض راهو يلم لكم. تبالكم مع الاول ماهيش راح تتلم بصح بقاو لموا برك بيدكم. كما تعرفوا لا باتا سابلي ما لازمش تتعجن، غير نلموها بيدينا. هاي لك هنا بعد ما تلمت رايحه نجيب بابي فين تاعي وراح نحطها ترتاح في الفريجيدير ما بين ما نحضر لا صوص تاعي تاع السيترون. عندي 200 مليلتر من عصير ليمون، 200 غرام تاع سكر عادي، و200 غرام تاع بيض. الحين يجيكم حوالي 3 بيضات كيعودوا كبار، يجيكم 4 كيعودوا صغار. وعندي مغرف كبيره تاع الزبده. شوفوا اول حاجه راح نحكم نص كميه عصير ليمون مع نص كميه تاع السكر، نديرهم هكا في الطاوه تاعي ونحطهم فوق النار حتى وين يذوب هذاك السكر. من بعد نكملهم نص كميه عصير الليمون اللي بقالي، نخلطهم حتى وين يولي يغلي معايا ويذوب كامل هذاك السكر. من بعد حين نرجعوا بجيه راح ندير 3 حبات تاع البيض هذوك، راح نضيف لهم كميه السكر اللي بقات لي. هاي ليك نكمل الكميه كامله. ومن بعد راح نبدا نضيف الخليط تاع القارص والسكر، نضيفه كامل لهذاك البيض تاعي مع نصف كميه السكر اللي كنت زدتها للبيض. شوفوا هنا راهو راح لي المقطع تاع الزبده. شتو هذا اللي راني نخلط فيه راح نعاود نردو فوق النار. ومن بعد كي يعقد لي بالبيان راح نعاود نحط له مغرف كبيره تاع زبده ونخلطو بالبراميكسور. دوك نقول لكم كي نلحق المرحله نقولها لكم باسكو راح لي ما على باليش ما كانش يصور وما تولهتلوش. هاي لي كيما تشوفوا ضفت هنا هذوك اللي كانوا فوق النار، ضفتهم على البيض تاعي وعلى السكر. دوكا نعاود نردها فوق النار. هاليك توجور تبقى وحدها بالفوي وتخلطوا حتى وين تعقد معاكم. تكون نعت لكم المرحله اللي تحبسوا فيها يعني تهزوها من فوق النار. شتو هنا جيت ما تبدا لكم هذو الفقاعات كيما هكا، عرفوها بلي راهي قريب توجد معاكم. دوك ميم لا كولور شوفوا تبدل لا كولور تاعها تولي صفراء غامقه. هنا كانت راحت لي المقطع اللي قلت لكم عليه، تنحوها هكا وديروها في البراميكسور وتزيدوا لها مغرف كبيره تاع الزبده. ومن بعد تعود واجده معكم. هنا سي بون راهي واجده. حين تغطيوها بابي فيلم، حين ديروه سيرفاس يعني هكا تهبطوها عليها وتحطوها في الفريجيدير ما بين ما نكمل باقي المراحل. دوكا هنا نعاود نجبد لاباط تاعي انا من الفريجيدير في الوقت اللي كنت حضرت فيه لاصوص هذه تاع السيترون، ونبدا نحط فيه في المول تاعي. كل وحده عندها دي مول يعني اللي مارفا تستعملهم تاع لي طاغطيلات. انا مارفا نستعمل هذو اللي عندي في الدار. راح نديرهم بالطريقه اللي راكم تشوفوا. انا ما نوزنش يعني عيني ميزانيت وما ثاني. شوفوا برك ما ديروهاش خشينه بزاف كيما ما ديروهاش رقيقه بزاف هكا. وتكونوا مشعلين بيان سور الفور تاعكم. انا شعلته على 160 درجه وراح ندلها هكا بالفرشيطه ومن بعد ندخلها للفور. شوفوا ماهيش راح تطلع معكم كامل هي وقت تطلع كي ديروا فيها الصفار في لاباط ليسونسيال. هنا راح نرجع لكم لاميرينغ. عندي 200 غرام تاع بيض بدرجه حراره الغرفه. انا استعملت 4 حبات. انا قلت لكم كيعودوا صغار راح يجيوكم 4 كيعودوا عفوا كبار راح تستخدموا غير 3.
راحين ليسونسيال راحين توزنوا بياض البيض تاعكم وديروا ضعفوا كميه السكر. كيما هنا واش درت 200 غرام تاع بياض بيض درت له 400 غرام تاع سكر عادي وقرصه ملح. الطريقه كيما شتوني كنت حطيت البياض تاع البيض مع السكر وحطيتهم في حمام مائي. باه تنجح معاكم هذا الوصفه تاع الميرانغ ما لازمش كامل يكونوا الماء نتاعكم مبلولين كل شايح، وكديروا حمام مائي تاعكم بالك ويدخل فيه الماء باسكو لا فات قاسوا الماء سي بون تخسرت معكم الوصفه. شتو كي يذوب كامل هذاك السكر في حمام مائي سيو ديروا 2 طاوات ما ديروش في صحن بس قادر يدخل لكم الماء كيما درت انا. بعد كي يذوب كامل هذاك السكر راح تبقاو تخلطوا كي تحسوه ذاب كامل راح نجيبوه هنا وتزيدوا له قرصه ملح. ومن الاحسن نتوما تستخدموا العجانه واللي ما عندهاش تستخدم باتير، والباتير لازم يكون قوي. كون ما يعودش قوي راهي ماهيش راح تصدق، وتقويوه لاخر درجه وتبقاو تخلطوا حتى وين تتشكل لكم كما راكم تشوفوا يعني تولي طالعه كامل. هنايا بعد ما طابوا لي طارتيلا تاعي شوفوا كيفاه جاو حميمرين الله الله. راح نعاود نجبد هذيك لاصوص تاع السيترون تاعي نخلطها هاك بالمغرف. شوفوا كيفاه جا القوام تاعها سوا راح نولي نعمر لي طارتيلات تاعي اللي عندها الشاليمو راح تسناهم يبردوا وديمو ليهم ودلهم هذه لاصوص ودلهم الميرانغ وديرهم بالشاليمو. اللي ما عندهاش راح دير كيفي بيان سور تخليهم في ليمول تاعهم ودير لهم لاصوص ومن بعد راح تلهم هذيك لا ميرانغ من الفوق وتعاود ترجعهم في الفور وتشعل عليهم غير من الفوق وتبقاو حذاهم بيسكو ما تديش ميم با 6 دقائق هكاك تكون يعني سوا كون تغفلوا عليهم شويه راح تتحرق لكم. وكيما شفتوني يعني الشكل اللي تحبوا ديروه تاع لا ميرانغ من الفوق راح نديروه. انا درت هذو 2 اشكال وهاي ليك هنا واجده. توجور حنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف وحسابي تاع الانستغرام باسكو نشارك بزاف وصفات ليه ما نحطهمش هنا في اليوتيوب. دوكا ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.